السلام عليكم جميعا، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وطيبين وفي احسن صحة وحال. هنقضي النهاردة ان شاء الله يومنا مع بعض. هنبتدي اليوم بالصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه. دي تقريبا المرة الرابعة او الخامسة اللي امسح تسجيل الصوت على الفيديو وارجع اسجله من اول وجديد. كل شوية اقول حاجات واحس ان انا لا، مش مفروض اقول كده، اقوم مسح التسجيل واسجل تاني. فاعذروني بقى لو الدنيا ايه ملخبطة والفيديو ملخبط، بس انتوا يعني ايه مننا وعلينا. المهم في بداية الفيديو كده كنت بتمشى، كنا قبل الفطار بساعتين تقريبا، وانا مش ورايا حاجة فقلت هنزل اتمشى من 4. نزلت 4 طلعت 5. فبجد الجو هو كان حر بس انا كنت مبسوطة بالمشي. دايما شكل الخضرة والبراح حلو قوي، فبستغل الفرصة لما ببقى هناك ان انا انزل اتمشى شوية، لاني ما مشيتش بقالي كتير جدا. وبتحس انه ذهنك بيبقى صافي كده، وطبعا مفيش حد اتمشى معايا فتمشيت لوحدي وطلعت. وده كان تقريبا كان اخر يوم هبقى هناك فيه يعني، فقلت اودع الشوارع لاني خلاص مش رايحه تاني. فمش رايحه تاني الفتره دي يعني. فخلاص كده كنت يا دوب. ما بصوا انا الاول كنت بشتري كل طلباتي من هناك من عند ماما يعني، واشيل بقى واقعد احول في حاجات. فلا بقيت بجيب كل حاجتي من قريب من عندي، بس ما عدا اللبن. اللبن في راجل كده بيجي يعني يجيب اللبن الجاموسي احسن من اي حد قريب مني. ف هقول لكم بقى اشتريت ايه وانا مروحه. المهم جبت 2 لتر لبن. ده لبن جاموسي. ب... اللي انا هستخدمه بغليه واسيبه يبرد، احط في التلاجة وتاني يوم اخد الوش. والكيس اللي انا مش هستخدمه بحطه في الفريزر زي ما هو من غير ما يتغلي ولا اي حاجه، عشان اتسالت قبل كده. طيب، روحت البيت. جبت بقى ايه وانا جايه؟ كنت جايبه فاكهه لان ما كانش عندي اي فاكهه خالص. فقلت ايه، انا بقف قدام الفاكهه اللي هو محتاره. انا 99% من الفاكهه ما بحبهاش، فاللي هو ببقى مش عارفه اجيب ايه. فجبت تفاح. التفاح اللي هو الاصفر ده بس هو مخضر كده شويه. كان اللهم صل على سيدنا محمد، كان ب75. انا جبت كيلو ب75. هو مش عارفه، انا ما اعرفش مالي ومال الفاكهه اليومين دول، او هي اللي مش مسكره. يعني قولوا لي انتوا عندكم لما بيجيبوا الفراوله مثلا حاسينها مسكره وحلوه كده؟ بحسها لا، مش مسكره، مش حلوه. جبت كمان جوافه. لا، الجوافه كانت لطيفه بس الاسعار مش لطيفه. يعني قلنا التفاح كان ب75 الكيلو، الجوافه عندنا ب40 الكيلو. انا بقول الاسعار عشان الناس بتحب تعرف الاسعار مش عشان اي حاجه تانية. فانا جبت كيلو من ده وكيلو من ده. التفاح هيقعد معايا شويه، فانا هبتدي بالجوافه لان عمرها اقصر. ودول بس نوعين الفاكهه اللي انا جبتهم، لان انا عارفه نفسي ان انا بقيه الانواع مش هتتاكل. المهم جبت من السوبر ماركت وانا طالعه. انا كنت مروحه بعد الفطار، فما كنتش ولا شربت عصير ولا اكلت حاجه حلوه ولا اي حاجه خالص. رحت بس اتمرمطت في المواصلات ورجعت. جبت عصير بيتي ده برتقان من السوبر ماركت عادي، عشان قلت لا يعني محتاجه اشرب عصير، محتاجه انا امراه محتاجه ان انا اقعد في البيت وما انزلش السلم، حتى ما عادش حد يخرجني بره. لا، الخروج في رمضان بالمواصلات والبهدله، لا لا، صعب جدا والله العظيم. ربنا يعين كل الناس اللي بتشتغل، او لو واحده بتخرج الصبح علشان تروح شغل وترجع عشان تعمل اكل في البيت. ربنا يعين كل حي على حاله. وجبت كمان واحده بسكوت اللي لقيته يعني عادي، ما كانش في دماغي حاجه معينه. انتوا بقى طمنوني عليكم وقولوا لي اخباركم ايه، وبداتوا تنظيفات للعيد ولا لا؟ ده شيء غريب بالنسبه لي بصراحه، عشان انا 99% من الناس اللي اتفرجت عليها عاملين تنظيفات على رمضان. فمش فاهمه انتوا هتنضفوا لايه للعيد دلوقتي بصراحه. بس عادي، هقول لكم انا هعمل ايه. المهم دي بقيه الحاجات اللي كانت معايا. قلت بقى ايه، ارجع كل حاجه في مكانها، وانا كان بقالي 9 ايام غايبه عن البيت. فلو قعدت اوصف لكم شكل الشقه وشكل التراب، انا ماشيه في شقه فله شمعه منوره. رجعت وهي عبارة عن أكوام كده من التراب. والله العظيم أنا مش عارفة، نسيت أصور أو وأنا بكنس التراب، بس كنت عملت تاني يوم يعني إيه ده. إيه ده. بما إن في موجة حر دلوقتي، فأنا خلاص اللحاف والبطانية والكلام ده لا، مش قادرة أتحمله بصراحة. بس أنا عارفة بناء على كلام الأرصاد والعلم لله الله أعلم طبعا إن الجو هيرجع يبرد تاني. فأنا قلت همسك العصاية من النص. أنا عندي الأوضة دي محدش بينام فيها، بتبقى للضيوف وانا ما حدش بيعبرني اصلا. فقلت خلاص انا هصيفها. طب لو الجو بره التاني عادي يعني، انا كده كده ما بنامش فيها. فحتى لو هي بقت هشيل بقى الدفايه اللي عليها، بس هغسل حاجه حاجه. الدفايات الخفيفه دي هغسلها. قلت ممكن تدخل الغساله عادي، بس انتوا عارفين الغساله بتاعتي عيانه. فيلا بينا، قلت هغسل في البانيو. هغسل البطانيه الخفيفه دي
هغسلها، انا بغسلها مثلا من بالليل، اسيبها منقوعه كده، وبعدين تاني يوم بقى ايه اغير عليها الميه واحط عليها المعطر وكده، واسيبها منقوعه شويه وتتغسل. بعد كده بصفيها مثلا ايه 10 ساعات ولا حاجه عشان اقدر اشيلها. بعدين بدخلها على البلكونه تقعد لها يومين 3 حسب الشمس. هغسل بايه؟ انا نسيت خالص اشتري مسحوق غسيل يكون يدوي عشان يكون ارخص شويه، لان مسحوق الاوتوماتيك غالي. بس قلت خلاص عادي مش مشكله. كمان المسحوق اليدوي بيبقى فيه رغوه اكتر من المسحوق الاوتوماتيك، فانا هستخدم اللي عندي. هغسل البطانيه باوكسي وكلوريل او كلوريل زي ما بتنطقوها. وبعد كده هحط المعطر بتاع المفروشات بتاع فريدة ده. طيب لو الحاجة انا بالنسبة لي عارفة الحاجة بتاعتي عاملة ازاي، يعني مطربة مبقعة، فهي لا، هي اخرها حاجة مطربة كده يعني من الجو عادي، لكن هي يعتبر نظيفة. فمش محتاجة لها بقى ولا مزيل بقع ولا كلور ولا اي حاجة من دي. حسب نوع الحاجة، يعني مش مجرد ان هغسل بطانية او هغسل لحاف او هغسل بتاع سجادة فيلا نرمي بقى مساحيق ومية في الارض. لا، احنا يعني بنقنن استخدام الحاجات بس في نفس الوقت عايزين الحاجة تطلع نظيفة. فانا زي ما قلت لكم هستخدم اوكسي اللي هو العادي مش الاسود، وهستخدم كلوريل او كلوريل ده علشان برضو زيادة نظافة، بيزود كفاءة المسحوق. انا برضو بستخدمه في الغسالة مع الغسيل اللي انا حاسة ان هو محتاج. وزي ما قلت لكم هعطر بفريدة ده، ريحته كويسة، اللي لونه ازرق ده انا دايما بستخدمه مش في الغسالة، بعمل منه بخاخات كده لتعطير المفروشات، بتبقى ريحتها حلوة جدا. ولو حسيت ان الحاجة بتاعتي محتاجة زيادة في النظافة اكتر، ممكن تجيبي الاكياس اللي هي بتاعت بريكس، اللي هي البودر دي. كان الكيس ب5 جنيه، برضو بتتحط مع الهدوم البيضة او الهدوم الملونة او المفروشات اللي انت حاسة ان انت عايزة تزودي النظافة بتاعتها. انا بالنسبة لي في غسيل البطانية مش هحط. فبما اني هشغل الموتور، انا عايزه اقول لكم عملت ده اول ما روحت، اللي هو انا راجعه البيت متحمسه للشغل. كنت راجعه مثلا الساعه 8 ونص، 8 ونص بالليل تقريبا. ف قلت فصليت العشاء لان كانت العشاء اذنت في الطريق. وبدات شغل بقى، يلا نغسل البطانيه. فبما اني هشغل الموتور عشان املى البانيو، فقلت بالمره كمان اشغل دوره غسيل. دوره غسيل ملابس عادي، كانت مش فاكره بصراحه كانت فاتحه ولا غامقه، اعتقد ان هي كانت ملابس غامقه، هنشوف دلوقتي. المهم بالنسبه مسحيق الغسيل، لو تعرفوا مسحوق غسيل يكون مصري مش مقاطعه غير اوكسي، ويكون حلو وفعال وبينظف وريحته حلوه، قولولي، لان انا زهقت من اوكسي. هو حلو وجميل وبينظف وكل حاجه، بس زهقت عايزه اغير بس مش اكتر. في دورة الغسيل اللي قلت لكم هعملها هستخدم اوكسي الملابس السوداء، وهستخدم ما استخدمتش كلوريل، لا استخدمت كلوريل، استخدمت كمان كلوريل. المساحيق اللي عندي كلها بتودع يعني، خلاص يا دوب لو كملت معايا للعيد يبقى كويس جدا. فحطيت كده المسحوق، وانا عندي الميه ما بتطلعش للغساله غير بالموتور، فبما اني هشغله للبانيو نشغله كمان للغساله، ونضرب عصفورين بحجر واحد. ادعوا لي ربنا يغنيني كده واعرف اشتري غساله. فالحمد لله. المهم هعمل دورة اللي هي الاكسبريس، اللي هي اقل دورة في الوقت، اقل دورة في كل حاجة بقى، يعني بتاخد وقت اقل، كهرباء اقل، مية اقل، مسحوق اقل، كل حاجة. ليه؟ لان انا عارفة ان الهدوم دي يا دوب اللي هي هدوم يعتبر، فاهمين؟ مفيش بقع، مش هدوم بيضة، فاهميني؟ انا بشغل دورة الغسيل على حسب الاتساخات اللي موجودة في الغسيل. كده بقى حطيت البطانية بتاعتي، وده يعتبر بداية تنظيفات العيد بتاعتي. عايزة اخف الفرش شوية، مش هصيف الشقة طبعا، احنا لسه يا جماعة في شم نسيم وفي رياح خماسين وفي تراب وفي حاجات كتيرة جدا هتحصل الفترة الجاية. فيعني بالراحة كده. طبعا ايه، حوار الغسيل ده كان في يوم. هنا بقى تاني يوم بعد ما صفيت البطانية حطيتها على السور كده، اما الدفايه دي حطيتها عادي على الحبل. وكان الشمس حلوه والجو حلو جدا، كان لسه ما بداتش نوه البرد. وحتى الى الان وانا بسجل لكم صوت على الفيديو ده لسه ما بداتش نوه البرد تاني، احنا لسه في الحر ولسه الواحد يعني ايه. انا فكرت شويه ان انا اطلع المروحه، بس لا طبعا مش هعمل في نفسي كده. المهم كنت نزلت وطلعت. فالحمد لله الشقه تعتبر نظيفه. انا هنا كنت مسحت اللهم صل على سيدنا محمد، مسحت الشقه كلها من التراب مش اكتر، هو ده اللي هي محتاجاه. انا بمشي دايما والشقه مترتبه ونظيفه وزي الفل، وبرجع الاقيها متربه. بنمسح التراب من الارض بالموب كده، او بتمشي عليها المكنسه، اجيب معطر سوري اللي هو ملمع الخشب وامسح الخشب اللي عندي. مجرد ما تخلصت من التراب ولمعت كل حاجه وكل الاسطح، بحس ان الدنيا زي الفل. كانت حماتي كانت جايبه لي بقى ايه، جبنه
دي جبنة تلاجة او الجبنة اللي هي الملح الخفيف. جبنة بتبقى مصنوعة من اللبن الطبيعي. زي ما قلت لكم قبل كده كتير، احنا مش بناكل الجبنة النباتي اللي هي مكتوب عليها نبات الدهن دي. وكان جايبالي عيش من التموين علشان انا ما عنديش بطاقة تموين. العيش ده بيقعد عندي كتير جدا لان انا بحاول جاهدة اقلل العيش الفترة دي. يعني احيانا بنجح واحيانا لا. انا لسه محتاجة امشي على نظام اكل بس مع رمضان. يعني قولوا لي مين فيكم اصلا عارف يمشي على نظام اكل صحي؟ انا لا. كمان كانت جايبالي موز وجايبالي فراولة، فانا قلت بما ان هي جابت لي موز وفراولة وانا عندي اصلا تفاح وجوافة، فممكن اعمل فروت سلطة او طبق سلطة فاكهة بما اني ولا هاكل حلويات ولا هشرب عصير. حطيت الجبنة كده في العلبة دي وانا كده عندي كمية حلوة. انا عندي اصلا جبنة في التلاجة بس جبنة قديمة. وحطيت عليها المية بتاعتها او الشرشة بتاعتها. وكانت جايبه لي كمان خضار للسلطه، خيار وطماطم. الطماطم الايام دي حلوه جدا. والزبادي، هي بتعمل الزبادي وانا بقالي شويه بحب الزبادي اللي هي البيتي دي. والنهارده بقى كنت هفطر ايه؟ قعدت محتاره وما عنديش طاقه اصلا ولا مجهود ان انا اعمل اكل. بس عايزه اخلص الحاجات اللي في التلاجة، وعايزه في نفس الوقت اكل اكل صحي وما يتعبنيش لان الحاله الصحيه لا تتحمل اي عك خالص. فكان عندي بذور الكينوا دي. وللي مش عارف اصلا هي ايه، هي حاجه شبه يعني هقربها لكم، شبه الفريك والبرغل والحاجات دي. هي مختلفة بس هي مفيدة. انا كنت جايباها ايام ما كنت انسانة صحية وبعمل نظام صحي يعني. ده شكلها من قريب، مش فاكرة سعرها قوي عشان عندي من الصيف. وبتطبخ زي الرز. يعني انا بنقيها كده بغسلها، بنقعها شويه صغيرين بصفيها وبحط اي ماده دهنيه، معلقه سمنه ولا اي حاجه. وبعير عيار الرز زي سوري عيار الميه زي عيار بتاع دي الكينوا دي. فانا طلعتها عشان هعملها. طيب امبارح بقى من بالليل، هنا المقطع اللي قدامكم ده كان قبل السحور بساعة تقريبا او حاجة. كنت عملت لي كوبايه اعشاب من اللي هي الشمر دي، وكنت مطلعه كيس من صدور الفراخ علشان كنت مقرره ان انا عايزه اعمل على الفطار اليوم اللي بعديه. كنت عايزه اعمل على الفطار صدور فراخ مشويه ومعها الكنوه اللي انا وريتها لكم دي. خلاص. فالتتبيله اللي انا تبلتها للفراخ بصراحه كانت تحفه. انا كل مره بعمل للفراخ تتبيله ممكن اشيل حاجه احط حاجه لاني بزهق من الطعم المعتاد لصدور الفراخ المشويه. جبت معلقتين كبار من الزبادي، حطيت عليهم معلقه مش كبيره قوي من المستردة. قربت تخلص. انا بحبها في تتبيلات الفراخ قوي، مش بستخدمها كصوص يعني. وحطيت معلقه من توابل الفراخ او بهارات الفراخ، تقدري تحطي اي بهارات مشكله. وحطيت معلقه من البابريكا العاديه اللي مش مدخنه. البابريكا هنا للون عشان تديني لون حلو للفراخ. وجبت معلقه كده من الزعتر، فركتها. الزعتر بحب افركه بايدي كده. ده زعتر عادي اللي هو بنجيبه من عند العطار يعني. والاخضر ده كان معلقه من البقدونس المجفف. وطبعا ما ننساش الملح. وكنت حطيت كمان اللهم صل على سيدنا محمد توم باودر وبصل باودر، بس نسيت اصور. قلبت كل التتبيله دي مع بعض. وهبتدي اخلي الصدور اللي عندي بعد خلاص ما فكت بقى. زي ما قلت لكم كنت مطلعاها من قبلها بليله. وحطيت عليها فلفل وبس. تبلت بيها صدور فراخ كويس جدا جدا جدا. وهبتدي هشويها. انا سبتها بس تحط في التلاجة شويه لوقت الفطار. والكينوا زي ما قلت لكم هسويها زي الرز، بتتسوى زي الرز. ده كان الفطار بتاعي في اليوم التاني. طبعا زي ما قلت لكم الفيديو ده مش متصور في يوم واحد، في مقاطع بتبقى قبل السحور. انا دايما بحب انه ايه، لو انا مثلا عارفه انا بكره هاكل حاجه معينه، لحمه فراخ سمك اي حاجه، اطلعها مثلا قبل السحور من الفريزر احطها في التلاجة تحت بحيث انها تفك شويه. هنا جبت الاكياس دي كنت وريتها لكم قبل كده، حلوه جدا ان احنا نغلف بيها الحاجات. لو استخدمتها عشان اغطي بيها فاكهه او خضار مش برميها، بغسلها وبعيد استخدامها. لكن هنا انا مستخدمها عشان اغطي بيها فراخ، فلا طبعا بتستخدم مره واحده وبتترمي. حطيت الفراخ ترتاح شويه بس في التلاجة وتاخد من طعم التتبيله شويه. وقلت هعمل طبق واحد بس من سلطه الفاكهه على قد يعني، لان الفاكهه لما بتقعد فتره طويله بتسود وانا مفيش حد هياكل غيري يعني. الفاكهه دايما لازم بقشرها. يعني لو التفاح بحب اقشره، مش حكايه بحب اقشره وانا مجبره ان انا اقشره. ما ينفعش اكل لا فاكهه ولا خضار بقشره. يعني خيار جزر اي حاجه لازم تتقشر. قشرت كل الحاجات. انا حطيت واحده بس من التفاح، واحده من الموز، 4 حبات من الفراوله. وحسيت كده انه لا،
بما ان انا مش هحط سكر فهو لا مش مسكر قوي برضو. فكان عندي فواكه مجففه مش عارفه هعمل بيها ايه، فحطيت حبه من المشمش اللي هي المشمشيه، المشمش المجفف اللي هو بتاع الخشاف ده. انا ما بعملش عندي خشاف، ما بحبوش خالص، لا في لبن ولا في ميه ولا اي حاجه، فمش فالتين كان عندي فقلت هعمله. وحطيت حاجه كمان شيء ما كده ثمره لونها اسود مش عارفه هي ايه بصراحه، هي مش عنب، مش عارفه هي توت او ايه، هي حاجه كانت جايه لي كده برضو في كيس الفواكه المجففه، فقطعتها وحبيت احلي، فلانه معظم الفاكهه زي ما قلت لكم مش مسكره، فكنت يا اما احط كيس من سكر ستيفيا، بحاول اكل اكل صحي على قد ما اقدر. واليوم اللي انا باكل فيه فاكهه ما بشربش فيه عصير ولا باكل فيه حلويات. شربت عصير مش هاكل فاكهه ولا هاكل حلويات، طب كلت حلويات يبقى ولا فاكهه ولا عصير، يعني ما يبقاش اليوم كله اكل وعصير وفاكهه وحلويات، احنا كده بندمر صحتنا اكتر ما هي متنيله على عينها. المهم ما حليتش بسكر ستيفيا، فحطيت معلقه صغيره من العسل وسبته في التلاجة. ووقت التسويه بتاعه الفراخ بتتسوى في اي مقلايه، طاسه، صينيه، اي حاجه تكون غير قابله للالتصاق. وحطيت معلقه صغيره جدا من السمنه، سمنه بلدي عاديه او زبده لو عندك زبده، بلاش زيت نباتي. وسويتها على نار عالية في الأول، بعدين هديت النار وغطيت عليها، ما بتاخدش وقت طويل، 7 دقايق على الناحية دي، 7 دقايق، 7 دقايق ده كتير، هتطلع مستوية أوي، الناس اللي بتحب الحاجات مستوية أوي يعني. وبس، وظبطت الملح، وبعد كده حطيت الكينوا، وده شكلها بيبقى شكلها زي ما قلت لكم شبه البرغل والفريك والكلام ده. طبعا هي فيها اوميجا 3 وغنية بالبروتين وحلوة للمعدة وحلوة للناس اللي عايزة وزنها ينزل وبتاع. كلتها كبديل للرز، ما حبيتش اعمل لا خضار ولا اي حاجة. وعشان كده انا ما بعرفش اصور فيديوهات في رمضان، عشان الناس في رمضان عايزة فيديوهات عزومات واكلات فظيعة وخطيرة، وانا زي ما قلت لكم كتير انا ما بعملش الكلام ده. بعد الفطار وانا بقى واقفه كده بغسل المواعين، بحب اولع بخور بما ان كان في قلي بقى وفراخ وبتاع، فحطيت البخور بتاع انسام ده، انا عاجبني ريحته جدا، كنت جايباه معاكم في مشتريات رمضان، كان سعر العبوه تقريبا 60 جنيه. ولما تولعي بخور ما توقفيش في المكان اللي فيه البخور، علشان احنا في شهر 3 وداخلين على شهر 4، وفي حساسية وحساسية صدر وحساسية جيوب أنفية، وحاسة ان انا قاعدة في مصحة. المهم يعني خلوا بالكم بقى يعني من الروايح والحاجات دي كلها، فبولع البخور بس ما بحطوش في المكان اللي انا واقفة فيه. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده، اتمنى يكون شجعكم، مش عارفه اشجعكم بايه وفادكم، ما اعرفش برضو فادكم بايه. المهم انكم يعني تكونوا ما زهقتوش من هذا الكم الهائل من الرغي، واستنوني قريب ان شاء الله في فيديو جديد، وادعوا لي بالصحه. ادعوا لي بالصحه وصلاح الحال، ولكم بالمثل يا رب. وشكرا جدا جدا ليكم، والسلام عليكم.